السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية أقول لكم إزاي نعمل أغلى برطمان طماطم مجففة بيتباع في الأسواق، واحنا نعمله بأقل حاجة جدا. يعني وانتي بتخزني الطماطم طلعي الطماطم الصغيرة اللي زي اللي هي الطماطم الشيري، أهم حاجة اللي هي تبقى الصغيرة بحيث اللي هي ما تبقاش فيها بذر زي ما انتي شايفة كده، وفي نفس الوقت بتبقى ناشفة، وفي نفس الوقت بتبقى فيها نسبة السكر أعلى، فبتديكي كده لون حلو لما بتيجي بتتجفف. تمام. احنا عندنا مثلا لو عندنا القلاية فريش، فالقلاية فريش عندنا فيها البرنامج بتاع تجفيف الخضار والفاكهة اللي هو بيبقى معمول عليه درجة حرارة قليلة جدا اللي هي 30 درجة، اللي هي درجة حرارة الشمس الطبيعية. تمام. فأنا يعني ايه مش هخليها 30، هخليها 55. تمام. وبعد كده هرفعها ل80، بحيث اللي انا اعرفكم برضو اللي عندها القلاية بتبتدي من 80 درجة الحرارة عادي جدا. هي الفكرة في الايه، في درجة الحرارة كل ما تكون قليلة بتاخدي الفايدة بتاعة المنتج نفسه اللي انتي بتجففيه، بحيث اللي هو ما يفقدش الفيتامينات بتاعته وما يفقدش القيمة الغذائية بتاعته. يعني معاكي لغاية 80 هيبقى كويس، بس ما تكتريش عن 80. تمام. زي ما انت شايفة كده انا يعني هو 80، وبعد كده رحت فاصلة خالص، كان فاضل دقايق، رحت فاصلة زي ما انت شايفة، وحطيت الطماطم المجففة في البرطمان، وحطيت عليها كنت مجففة معاها فلفل أخضر، وحطيت لها حبة ريحان، وحطيت لها حبة زيت. وبصوا أغلى برطمان ممكن تشوفوه بأقل حاجة جدا.